السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسله مطبخ مصطفى. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سهله وبسيطه اللي هي غادي نحضروا خبيزات ديال الزرع صحيين في المنزل ديالنا. هاد الخبيزات هادو ما كيحتاجوا منا لا دليك لا عجين لا حتى شي حاجه، ساهلين وبساطين، ما كياخذوش الوقت في التخمار ولا حتى شي حاجه. من الاحسن اننا نحضروهم في المنزل ديالنا. الوليدات ديالنا كنعرفوا اننا اولا شنو كناكلوا وشنو محضرين في يدنا. دابا غادي ندوزو باش نعطيكم طريقه تحضير هذه الوصفه هذه اللي كنتمنى انكم تجربوها وناجحه وبسيطه. كتوجد، انا صراحه كنوجدها يعني في وقت اللي غادي نوجد الغداء ولا العشاء. كنوض نخدم غير جوج تليوتات ديال الخبيزات حيتاش ما كنبغيش صراحه نعمل في الفريكو. مي نتوما اذا كنتو بغيتو تعملوا مقادير كبيره ضاعفوا المكونات. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا عندنا 250 غرام ديال الزرع، دقيق الزرع. عندنا كذلك 125 غرام ديال الدقيق السميد اللي هو رقيق، ولا ممكن نستعملوه ولا نعوضوه بدقيق الفينو. وعندنا كذلك 125 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس ولا الخاص بالحلويات. بالنسبه لباقي المكونات فغادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال خميره فوريه ولا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجن، طبعا على حسب درجه الحراره ولا حسب الفصل اللي حنا فيه. وعندنا كذلك نص معلقه صغيره ديال الخميره ونص معلقه صغيره ديال السكر. بالنسبه هاد المكونات هادو اذا كنتو غادي تستعملوا مقادير مضاعفه فغادي نضاعفوا كذلك بالنسبه للخميره والسكر والملح. وكنقول بان الخميره دائما مجهود ديال الخميره فوريه كيكون اكثر من مجهود ديال الخميره المعجونه. فاذا كنا غادي نعملوا مثلا معلقه صغيره فبالنسبه للخميره المعجونه نعملوا معلقه كبيره. وكذلك كنلعبوا دائما في الجو اللي حنا فيه. اذا كان فصل الصيف فما نكثروش الخميره لان دغيا كتخمر وفي نفس الوقت تقدر دغيا تعطي ديك الريحه د الخميره تكون قويه. وكذلك اذا كان الجو بارد فنقدروا نستعملوا كميه ديال الخميره زايده. دابا غادي ندوزو للطريقه. كيف ما تشوفوا غادي نعجنوها غير بيدنا، ما كتحتاج لا عجين لا والو، غير كنجمعوها فقط. كنعملوا كما قلنا 250 غرام ديال الدقيق ديال الزرع، 125 غرام ديال الدقيق الابيض و125 غرام ديال السميد الرقيق ولا ممكن نعوضوه بالفينو. كنعملوا في كل بلاصه ما نخلطهمش مزيان في الاول مع بعضياتهم باش كنخليو التفاعل ديالهم. كنعملوا الملح والسكر والخميره وساعات كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى يتجانسوا ونحصلوا على كلشي يكون مثلا مجانس. وكنعاود نقول بان هاد المكونات هادو من الاحسن اننا نغربلوهم جوج مرات باش كندخلوا فيهم الهواء وكيجينا الخبز ديالنا رطب. دابا غادي ندوزو باش غادي نجمعوا هاد المكونات ديالنا بالماء يكون دافئ، ما يكونش بارد بزاف ما يكونش سخون بزاف، باش كيخلي بان الخميره ديالنا كتتفاعل مزيان. الماء يكون نقدروا نمسوه بيدنا ونتقبلوه. صافي كنبداو نضيفوا الماء شويه بشويه حتى كنجمعوا العجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا ما كنحتاجوا لا نعجنوها ولا حتى حاجه، فقط غير كنجمعوها وكندلكوها غير شويه بين اطراف الايادي ديالنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعناها كتجي كتلصق شي شويه في اليد، يعني كتبقى مرخوفه بزاف. من نجمعوهاش بزاف، يعني تكون خفيفه بحال هكذا. صافي من بعد كناخذوا واحد الاناء وكنعملوه فيه وكنغطيوها مزيان بورق ديال الطهي، عفوا بورق سلفوريزي اللي هو ترونسبارون، ولا كنعملوا شي رقيعه تكون يعني منديل يكون ديال الطبخ يكون نقي ونخليوها حتى كتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. تقريبا واحد نصف ساعه ولا ساعه الا ربع ولا اقل، المهم على حسب درجه الحراره. المهم كنشوفوا بان الخليط العجين ديالنا ضاعف له الحجم. صافي ساعتي غير بواسطه ملعقه خشبيه كنزولوا منه ديك الهواء. من بعد كنغسلوا يدنا بالماء باش ما يلصقش فينا يعني العجين. من بعد كنشكلوا كريات بحال هكذا، كنكونوا رشينا يا سميد يا النخاله اللي متوفر عندكم. صافي ساعتي كنشكلوا هكذا كريه بحال هكذا، ما كتحتاجش منا انا قلت لكم لا دليك ولا نتفنوا في العجين ولا حتى حاجه. غير كنشدوها من التحت مزيان كنجمعوها على شكل كريه. صافي من بعد كنخليوها ترتاح شي شويه
بعيد من ما نكملو الكريات ديالنا اخرين، غير اننا نشكلو كريات تكون غليظه شي شويه، ما تكونش رقيقه، باش كنقدروا انها تكون يعني ملي نقرصوها يبقى فيها تبقى غليظه شي شويه، لان ما غاديش تخليوها يعني تزيد ينتفخ الحجم ديالها. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما هنايا شكلت 3 ديال الكريات. صافي من بعد غادي نغطيهم شي شويه، غنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 5 دقائق كيف ما غادي تشوفوا. صافي كنشكلوها غير كريات بحال هكذا. من بعد غادي ندوزو غادي نعملو شي يعني منديل ديال الطبخ يكون نقي، وغادي نشدو عليها وغنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. ساعتك غادي نبداو نقرصو اول كريه اللي بدينا بها هي الاولانيه. صافي نقرصوها بحال هكذا على شكل دائري، ما نرقوهاش بزاف، نخليوها يعني معوطه غليظه شي شويه، باش تعطينا يعني اللي كيبغي يكون فيها مثلا شويه ديال البضعه من داخل، ولا اللي كيبغيها تكون رقيقه على حسب عينك ميزانك كيف ما كتبغي. ما نقرصوهاش بزاف باش ما تجيش رقيقه. صافي ساعتي كندوزو كنقرصوهم بثلاثه بيهم، ومن بعد كنعملوهم في شي لاطه خاصه ديال الفرن، يا كندهنوها كنرشوها بالدقيق، هي كنعملوا ورق ديال الطبخ من الاحسن باش ما كتلصقش. ساعتي كنتكوهم بحال هكذا وكندخلوهم يطيبوا على درجه حراره 200 حتى كنشوفوا بان الخبز ديالنا تحمر. اللي كاينه واحد لاستيس مهمه كنعملوها بالنسبه للخبز ديالنا، هو اللي بغى مثلا يعمل واحد كويس ديال الماء في الفران وكيخليه واحد المده وكيخليه يطيب معاه باش ديك الماء بحال اللي كيتبخر، وكيعطينا بان الخبز ديالنا كيجي هشيش وكيجي رطب من الداخل. فهذه طريقه مهمه خصوصا اللي ما عندوش الفران ديال المروحه. كنتمنى هذه الخبيزه ديالنا، كنتمنى انها تنال على الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوها كتجي رائعه، وشكرا لكم بزاف. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس، وشكرا بزاف.